ومصالحنا احنا كقباط ثانيا. اللي موافق على المبدأ ده يرفع ايده. انا قبل ما اجي هنا ما اديتش اجي هنا لما قعدت مع بعضكم وفهمت ايه موضوعنا الشاغل وايه مطلبنا الاساسي دلوقتي. وعايزين يا جماعه نتفق على حاجتين. الاول نشوف المطلب اللي احنا عايزينه حالا، وبعدين نشوف حقوقنا كأخبار كلنا لا تختلف عنها تماما، واللي مش هناخدها الا بدستور. بالنسبة المادة 2 والمادة 3 وكل المواد هتتغير بدستور يبقى اساسه ان احنا هنرفع راسنا زي محدش هيضيع فرصة في مكان الابت ما ياخدش مطرحه فيه زي اي واحد. تكوين الشعب ده للأسف اللي هي ما زالت مصرة على التمييز موجودة. الناس دي ما مشيتش. الناس دي مش هيتم معاهم التعامل إلا في إطار قانوني مؤداه الدستور اللي جاي. الدستور ده هو الحاجة الوحيدة والضمانة الوحيدة اللي هتكون لكل المصريين عشان ياخدوا حقوقهم، واحنا كأخباط مصريين نتساوى في الحقوق اللي المصريين كلها هياخدوها. ما بيهمنيش اللي عايز يصدق واللي ما بيصدقش ما يصدقش، عشان لسه راجع من الولاد هناك عند التلفزيون يعني حالتهم ثوره غير طبيعيه، وبالتالي هيبقى يعني صوت العقل هياخد مننا وقت معاهم يعني. فارجو ان ما يكونش الوضع ده هنا عشان هنا اسهل. انا جاي يعني لسه اتشدت هدومي والجيش طلعني وجيت القصه يعني. فابتدوا عملوا تعديلات في الدستور القديم ده على اساس ان التعديلات دي تتيح ان تعمل انتخابات تشريعيه عشان هم يعيشوا خلال ال6 اشهر دي، لان هم حاسين ان المساله ممكن تفلت منهم، وانا مقتنع ان المساله ممكن تفلت منهم. وحصل اخطاء يعني. طبعا الاخطاء دي اللي حصلت يعني في رايي الشخصي اهمها انهيار جهاز امن الدوله ده الكريه، لانه كان المفروض الدول لما بتيجي تعمل ثوره وعايزه توصل لبر الامان ما بتهدمش كل حاجه مره واحده بالمنظر اللي حصل ده، لان الجهاز ده على كل الموبقات اللي كانت فيه، على كل البلاوي اللي كان بيعملها، في جزء فيه بالفعل كان امن دوله. طبعا هو اتحول في الاخر ان معظمه ما كانش امن الدوله، كان معظمه امن الرئيس والنظام، الا ان الجزء بتاع امن الدوله ده يظل جزء خطير جدا مهم جدا لحمايه البلد. فالتفكك اللي حصل والانهيار اللي حصل لهم دول النهارده، دول 70,000 واحد كانوا في عز ثروتهم وعز مجدهم، النهارده عندهم احساس انهم مطاردين وقد يقدموا للمحاكمات اللي عذب فيهم واللي عمل واللي اتجسس واللي عمل، وبالتالي اصبحوا في وضع زي الكلب المجروح. وبالتالي هو هيدافع عن بقائه وعن حاجته، ما عندوش حاجه يخسرها. قال لك لو جابوني يحكموني النهارده ما انا هروح في ده هروح لا، فممكن يكونوا اداه النهارده في ظل اللي بيحصل ده للتوليع، خاصه على النظريات اللي انا مش مصدقها يعني ان هم اللي راحوا افتكروا كنيسه القديسين والكلام ده. انا مش مصدق النظريه دي وما اعتقدش انها فهي، لكن في ظل النظريات دي ممكن بقى تبقى كل حاجه. المواد اللي هم عدلوها من الدستور القديم اللي هو دستور معيب، بمعنى والماده الثانيه والكلام ده كله. اذا احنا بنقول دلوقتي طب ما انت جيت ترقع وخيرت 5 مواد وهتجيب تنتخب انتخابات تشريعيه في ظل دستور معيب، انت اساسا اوقفت العمل بيه، اكنك بتعمل كده. فالكلام على عنصر الوقت وكده، انا قلت لهم عنصر الوقت فيه، قال لك عشان هتعمل انتخاب برقم قومي وعلى ما توضب وتنقل النظام. قلت لهم انا خلصت لكم النظام ده في 60 يوم من اوله لاخره، والبطاقه فيها باركود واعمل لكم كل حاجه. والموضوع النهارده انا عندي فريق كامل بيشتغل دلوقتي بيعمل كل الحاجات اللي لازم تتعمل عشان نعمل سيستم كمبيوترايزد بس
الولاد اللي في البدايه النهارده منقسمين الى 3-4 فئات. في فئه ليبراليه بتؤمن بالدوله المدنيه قويه جدا. في حزب وحيد من الاحزاب اللي هي كانت موجوده قبل الثوره، اللي هو بعتبره انا بجانب حزب الوفد طبعا رغم الافساد يعني التفكيك اللي حصل في حزب الوفد، اللي بعتبره انه كان حزب محترم، مبادئه كلها بالظبط زي الفريق الاولاني بتاع الشباب اللي هو حزب الجبهه الوطنيه اللي هو بيرأسه الدكتور اسامه غزالي حرب. ويعني يمكن بقى سر ما بقاش سر، الممول الاساسي لهذا الحزب منذ نشأته لحد دلوقتي هو انا. انا عن نفسي يعني حاليا بفكر في ان انا يا اما انضم لحزب الجبهه اللي انا اساسا كنت داعم وراه وكده، او ان انا استغل الفرصه بتاعت، لان مبادئي هي نفس مبادئ حزب الجبهه الوطنيه، فمالهاش معنى ان انا ابتدي حزب جديد، الا ان انا فكرت ان انا ممكن اعمل حزب، عشان انا بصراحه عندي شعبيه عند المسلمين اولا وعندكم ثانيا، وعشان انا عايز استغل الشعبيه دي في ان انا اقوي التيار الليبرالي العلماني مع الدوله المدنيه اللي مع الاقتصاد الحر اللي عنده حس اجتماعي. ظاهرة جميلة. أولا أنا بحيي هذا الشباب، شباب 25 يناير ده أنا بحيي، لأن كنقطة فارقة بين تاريخ مصر ما قبل 25 يناير، والتاريخ هيكتب كده أن مصر ما قبل 25 يناير تختلف تماما عن مصر بعد 25 يناير. وأنا كراجل اللي عشت في العمل السياسي يعني من سنة 63 بقول إن هذا الشباب الحقيقة يعني كنت يعني أنا ما كنتش أتصور أبدا في حياتي أن هذا يحدث في جيلنا ولا أجيال تاني، لكن طيب. هم سبقوا هذه الخطوة إنهم عملوا هذا العمل البطولي الجميل اللي أنا حاليا أنا بحييه وبشكر هذا الشباب. هذه المظاهرة عملت حاجة جميلة جدا، وحدت بين المصريين كلهم. يأتي للناس على الأقل في المطرة الماضية. الآن يبدو أنه هو تحول، كله يتحول الآن، التلفزيون الرسمي، الصحافة، كله يقول ما أروع هذا ما حدث في التحرير. لكن هذه لم تكن الصورة، بما فيها رموز للكنيسة منذ أسبوع وهم يخاطبون الشعب على التلفزيون الحكومي المصري كما ذكرت في البداية. وأسمع بس لقطة مما قلته فضيلتكم أنت بنفسك أيوة. على التلفزيون، لنستمع إلى اللقطة وأسمع تعليقك عليها. احنا كلنا بنجمع كمصريين، مش هقول اباط مسلمين لان دي نغمه مرفوضه، لكن بنقول المصريين كلهم خرجوا للاستقرار، خرجوا للامان، خرجوا لمصر كلها، ان يكون الزعيم مبارك هو القائد اللي بيقود مسيره مصر لبر الامان. انا طبعا يعني زي ما بيقولوا شرف لا ادعيه، يعني طبعا الكلام ده انا قلته ومقتنع بيه. واول حاجه احب اوضح حاجه، انا لما قلت هذا الكلام باقتناعي الكامل ان احنا ما نبصش لشخص رئيس مبارك كشخص، احنا نبص له رمز الاراده المصريه. ليه؟ لانه لما نبص كده لخريطه العالم كلها حوالينا